ازيكم يا جماعة؟ ماذا لو قعدت افكر كده، وساعات بتجيلي افكار اللي هو تفتكر لو كان ايه الاهلي ما عملهوش كان ممكن الوضع يتغير للافضل. لقيت مليون حاجة، بس ليه فيهم 3 4 كده هم اللي معلمين قوي في تاريخ النادي الاهلي. نبتديهم واحدة واحدة. كابتن صالح سليم. محدش ينكر ان كابتن صالح سليم هو احد اللي ارسوا مبادئ وقيم النادي الاهلي من ساعه عمر لطفي وبعد كده مختار التتش وكابتن صالح سليم، لان هو بيربط بين العصر القديم والعصر الحديث. فمعلم قوي، والاهلي وصالح سليم علاقه قويه ووطيده، وبقى هو المعلم وهو المثل. وبنعمل له ريفرنس طول الوقت. المواقف اتخذها قبل كده لما لاعب عندك يتمرد نقول فاكر صالح سليم لما وقف فريق كامل في الثمانينات. فاكر في صالح سليم لما وقف حسام حسن وابراهيم حسن وابراهيم سعيد وكذلك. وبس رغم ذلك ممكن يرتكب اخطاء، ورغم ذلك ممكن ياخد قرارات جدليه ممكن تاثر على السلام في الشارع الرياضي. الاهلي لعب الزمالك في كاس السوبر واول سوبر افريقي سنه 93 في وجود حكم ظالم اتمسك برشوه. بعد كده الحكم الجنوب افريقي ماتابيلا، الحكم اللي كان المفروض يطرد ايمانويل، واللي ما نعرفش هو ليه ما طردش. ليه طرد محمد يوسف في مباراة غريبة عجيبة فاز فيها نادي الزمالك ب1-0، وفاز بأول تعتبر ماتش القرن اللي في القرن العشرين. فاز نادي الزمالك بكأس السوبر، وبالتالي الأهلي اعترض على التحكيم بعد المباراة، وحصلت أحداث بعد المباراة ترتب عليها إيقاف كابتن طارق سليم وهو كان مدير الكرة وقتها، وإيقاف إبراهيم حسن لمدة سنة. طبعا النادي الاهلي اعترض، واخد كابتن صالح سليم قرار قال لك خلاص بقى احنا جايين لكم وبنلعب ببلاش ومفيش جوائز محفزه، وانتوا اللي بتستفيدوا من اسم وشعبيه النادي الاهلي. فانسحب من البطولات الافريقيه فوق السنه، فالاهلي توقف سنه كمان. يعني الاهلي توقف سنه، والاهلي كمان انسحب سنتين ثلاثه. فمن منتصف التاني من التسعينات الاهلي ما بيلعبش. ترتب على ده ان لعب مكانه نادي الزمالك، وفاز ببطولة أفريقيا سنة 96 قدام شوتينج ستار. وبعد كده وتفوق على النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فاز بالبطولة للمرة الرابعة، والأهلي كان فايز مرتين. الأهلي كان متفوق في أبطال الكؤوس، وبالتالي فضل يشارك النادي الزمالك وياخد نقط نقط نقط. وحصل موضوع نادي القرن اللي اتحسم بالنقط في وجود مصطفى مراد فهمي، كان سكرتير الاتحاد الأفريقي. وكانت الجدل اللي احنا عايشين فيه من ساعتها، ال7 اكبر ولا ال9؟ كان ممكن احنا نشتري دماغنا من كل الوش اللي احنا عايشين فيه على لقب شرفي زي قال مصطفى مراد فهمي نفسه اللي هو لقب نادي القرن. وكانت دي بالنسبة لي سخطة من صالح سليم. الاهلي ما ينسحبش وانت اوريدي اتوقفت سنة. يعني انسحاب الاهلي هو ده عمل لنا مشكلة بعد كده في المستقبل. ولو الاهلي كان يعرف ان في تدبير لموضوع نادي القرن ده قطعا ما كانش هينسحب، وخصوصا ان مصطفى مراد فهمي هو السكرتير، كان سكرتير الاتحاد الافريقي، كان هينبهه. وده بيدحض، او على الاقل كان يمنع الزمالك انه يشارك مكان الاهلي. على الاقل ده بيدحض الافتراءات اللي بتقول ان الاهلي منح لقب نادي القرن عن غير استحقاق. الحاجه التانية برضو اللي بقول فيها ماذا لو كابتن حسن حمدي ما كانش ماشي مانويل جوزيه في ولايته الاولى. مانويل جوزيه اللي الاهلي ضايع منه الدوري سنتين ثلاثه، والاهلي عمال يجيب مدربين، يعني لدرجه ان هو جاب بونفرير ده اللي هو خد الذهبيه الاولمبياد اتلانتا مع نيجيريا. مدرب كبير جدا وعظيم، وخسرنا الدوري في اخر لحظه مع انبي. جبنا مانويل جوزيه، فريق جديد بيتكون، طلع لك بقى حسام غالي، وكان الحضري اصلا عامل كده شبه الشناوي دلوقتي بيغلط اخطاء كارثيه، وابراهيم سعيد، وطلع وسيد عبد الحفيظ ونجوم كتير. عمل جيل جديد وبدأ يلعب كرة جديدة، كرة الاستحواذ، كرة التيكي تاكا، بس ما عندوش لعيبة خبرات ممكن تحقق طموحات النادي الاهلي بعد غياب الدوري مع كذا سنة وغياب بطولة افريقيا من الثمانينات. وكان الاهلي بقى عاد ساعتها لبطولة افريقيا. قدر ان هو يكسب ريال مدريد في ماتش القرن بعد ما فزنا بلقب نادي القرن، وماتش عالمي جون سانداي اللي لعبها حسام غالي اللاعب الناشئ. وبدأ يلعب في الدوري، اي نعم خسر من اسمنت السويس بس في بداية الدوري، بس بدأ يقدم اداء جديد على الكرة المصرية. مانويل جوزيه اللي باين ان هو عبقري، اللي هو الف حوار مع صاحبة السعادة، ان هو قبل ما يجي يدرب مصر قرا تاريخ مصر في اخر 100 سنة واكتشف ان المصريين ما بيعرفوش ينجزوا تحت
تأثير الفرحة، فلازم دايما يفضلوا تحت ضغط علشان ينجزوا. يعني نظرية المستبد العادل، نظرية ان العصاية لازم تفضل وراك عشان تعرف تشتغل، لان انا لو سبتك على راحتك انت مش رقيب كويس على نفسك، والعقلية مش هتسمح انك تستمر في الانتصارات. وقد كان قدم موسم من احلى مواسم النادي الاهلي، الموسم اللي كسبنا فيه الزمالك 6-1، الموسم اللي اتلعب فيه اعظم ماتش في تاريخ الكرة المصرية، الاهلي والاسماعيلي 4-4، وخسر الدوري بنقطة قدام الاسماعيلي في اخر ماتش في الدوري، في ماتش غزل المحله. والماتش ده ما كانش مذاع على فكرة، ويقال ان الاهلي كان ليه ضربة جزاء، بس بغض النظر كان الاسماعيلي هو الاحق. وده احلى موسم في تاريخ الكرة المصرية عامة. ما كانش فيه الصياح اللي بيحصل دلوقتي ونظريات المؤامرة اللي بتحصل دلوقتي عند كل فوز للنادي الاهلي او هزيمة حتى للنادي الاهلي. الحاجة الثالثة، كابتن محمود الخطيب. ماذا لو لم يخسر كابتن محمود الخطيب الشراكة مع المستشار تركي الشيخ بسبب موضوع عبد الله السعيد؟ انت عبد الله السعيد راح مضى مع الزمالك، وطلع الرئيس السابق لنادي الزمالك طلع صورة عبد الله السعيد مع مرتضى منصور ومع امير مرتضى منصور، وكانت ضربة قاسمة، وعلم الاهلي بتوقيعه للزمالك، فالاهلي رجعه عن طريق وساطة المستشار تركي الشيخ. الاهلي في تصرف كان بالنسبه لي عجيب، انت رجعت عبد الله السعيد، جيت بالليل قمت عارضه للبيع، وانت ما قلتش لعبد الله السعيد انك هتعرضه للبيع. اكيد لو كان يعرف كان هيرفض ان هو يرجع اكيد. وبالتالي هو قرار يبدو تربويا، ويبدو ان هو قرصة ودن للزمالك، مش انت اللي هتخطف مني لعيب وانا متفهم ده، لكن ترتب عليه طلع بقى ساعتها موضوع السعادشي خطيب، وطلع بقى ساعتها ان الالم اللي خده الزمالك ان هو خسر عبد الله السعيد خلاهم بقى يطلعوا بالصوره، ويطلعوا بقى باوحش الالفاظ، ومجده والدور السادس، وكل الصراع العجيب اللي احنا عشناه، وضرب مفك في العلاقه بين الاهلي والمستشار تركي الشيخ، والهتافات بتاعت جمهور الاهلي بعد كده، وكل الاحداث اللي احنا عشناها. وتأسس نادي بيراميدز اللي هو أسس خصيصا عشان المستشار تركي الشيخ يقول للاهلي شايف كل اللعيبه اللي انا جبتها دي، كينو ومينو وكل اللعيبه الجامده اللي انا جبتها دي، وعبد الله السعيد نفسه اللي نزل واتأيد يوم جمعه ونزل من الطياره عشان يجيب فيه الجون ويكسب بيراميدز. كان موسم رهيب مليء بالمشاحنات، اثاره مستمره لحد النهارده، الشراكه المخفيه بين جمهور الزمالك وبيراميدز. واللي يقول ان بيراميدز ملوش جمهور، يا باشا بيراميدز وراه جمهور الزمالك، ده الزمالك بينافس على الدوري وزعلان ان بيراميدز ان هو خسر نقطتين لما خسر من سموحه عشان بينافس الاهلي. وبالتالي احنا كنا في غنى عن كل الصراع ده. والاهم بقى والشيء اللي يبكي هو مشروع استاد النادي الاهلي اللي تم اعلانه في مؤتمر صحفي كبير. وبدل ما الاهلي دلوقتي عمل المشروع بتاعه وعمال يدور على ممولين، وان ازاي الاهلي ما يتكبدش اي فلوس من خزانته، كان عنده ممول اهلاوي محب للنادي الاهلي. تتفق ولا تختلف على موضوع تركي الشيخ، الا ان الشراكه دي كانت هتفيد النادي الاهلي جدا، خصوصا ان كده كده الانديه هتلجا للاستثمار، والانديه هتتباع في الاخر، وانا اهو وانت اهو والفيديو اهو، وهفكرك في الاخر. ماذا لو حاجات كتير بنقولها في حياتنا انت ممكن ترجع بالزمن وغير اللي حصل في اللي فات؟ يا ريتني ارجع واغير، يا ريتني عملت ولا ما عملتش، لكنه في الاخر نصيب. ماذا لو الاهلي ما باعش وسام ابو علي؟ ماذا لو الاهلي ما باعش عبد المنعم، او كان زود له عقده، وبدل ما يروح هو ما راحش الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني، لكن راح الدوري الفرنسي اللي يعني ممكن بشويه اجتهاد يوصل للمستوى اللي هيوصل له هو في الدوري الفرنسي، هو بيلعب مع النادي الاهلي عادي، هو لعيب جامد. ماذا لو ما بعتش ربيعه وكان معاك في كاس العالم للانديه؟ ماذا لو تريزيجيه ما كانش فكر في نفسه وشاط ضربة الجزاء اللي ضاعت في ماتش الافتتاح قدام انتر ميامي؟ وكل الكلام دلوقتي ان احنا خسرنا، طلعنا حصلت المجموعة في الدور الاول، رغم ان احنا قدمنا اداء عالمي وابهرنا ناس كتير، خصوصا في ماتش بورتو وماتش ميامي. لو كنا كسبنا ماتش من الماتشين دول كنا وصلنا الدور الثاني، وبدل ما كنا هنرجع ب 11 مليون دولار كنا هنرجع ب 20. وكان موضوع زيزو واوضه اللبس وكل الصداع اللي احنا عايشين فيه لحد النهارده كان حصل. ماذا لو الاهلي بعد ما جاب زيزو كان عدل على طول عقود مروان عطيه وامام عاشور؟ ما كانتش حصلت المشكله دي والصراع اللي حاصل في اوضه اللبس وزن الاعلام عليك. ماذا لو الاهلي ما كانش ساب الاعلام للزمالك من زمان قوي، من ايام محمد لطيف وفايز الزمر وبطيشه والمتحده وغيرهم كتير كتير، واسلام صادق اللي ماسك 5-6 برامج؟ ماذا لو حاجات كتير الاهلي كان عملها كان الوضع اتحسن للاحسن؟ الاهلي كده كده هو رقم واحد، لكن
في وجود اعلام قوي والزن على الودان اللي امر من السحر وبدا شويه اعتماد الاهلي دلوقتي على اهل الثقه اكتر من اهل الكفاءه، وانك تخسر واحد شبه هيثم عرابي، وانك تمشي سيد عبد الحفيظ لاسباب لا نعلمها وترجعه تاني برضو لاسباب لا نعلمها، وحاجات كتير بتحصل. كل ثقه في كابتن محمود الخطيب، بس تفكيره قديم ومحتاجين فكر جديد. واتمنى ان ياسين منصور في المستقبل يرسخ انجازات عملها اسطوره كبيره هي كابتن محمود خطيب. ما له حاجات كتير ما تقدرش تغير الماضي، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اعمل لايك وشير وسيب كومنت، وسلام.